تدفي مزرعتك، لازم تخش مزرعتك تلاقي نفسك واقف في قلب المزرعه دافي، تشتغل شويه مع الأرنب. اللهم رب وبحمدك سبحانك ربي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احبائي الكرام، رب الارنب في كل مكان، يا رب دايما من نجاح لنجاح وتبقوا في افضل حال ان شاء الله رب العالمين. فيديو مهم جدا، سؤال اللي سالته وهجاوب عليه في الفيديو ده، فان شاء الله حضراتكم علشان كل الناس تعرف المعلومه. دايما لما بيكون في سؤال بيجي لي وبنجاوب عليه، فبنعرف ان السؤال ده هيبقى عند ناس كتير ما يعرفوش، فبنعمل بيه فيديو علشان الكل يستفيد. لو عجبك الفيديو انا مستني برضو منك من حضرتك تعمل لي لايك وتشارك الفيديو عشان المعلومه توصل لكل الناس، لان انت عارف الدل على الخير كفاعله ان شاء الله رب العالمين. هات كده يا مروان كده النتائج ده عشان كده مع حضراتكم. يعني انا كنت عند حد، بسم الله، كنت عند حد ولقيت الام اللي والده، والده عنده، ومفيش ده كله واقع، كل الشعر ده والع، مفيش هنا اي شعر خالص، كل الشعر انا الحمد لله ما عنديش يعني في المزرعه الكلام ده، او هي والله ما هيش حاجه وحشه، هي حاجه كويسه جدا. يعني بتلاقي الام لما تولد تلاقي اللحم بتاعها من هنا كده باين، كل اللحم من هنا باين، كل حتى رجليها، حتى رجليها دي شايله منها الشعر، مش مخليه شعر خالص، مش مخليه اي شعر على جسمها، كله مش شال، كله من هنا نتفاه كله، وحطه فين؟ حطاه على عيال. تمام. طبعا ديتي ام كويسه جدا وام ممتازه، ما تزعلش منها ولا حاجه. وديها بقى يا مروان في العين. تمام. فما تزعلش من الام ديتي ولا تشغل دماغك ولا تقول ان الام ديتي ده نوع جرب، ده الام دي عنتفت نفسها كده ليه، ده الام دي هتسقع، ده الام ديتي، لا ما تخافش، الام دي الامومه عندها عاليه قوي، فده ما تخوفكش. يعني اللي بيسالني بيقول لي انا عندي الظاهر ان فيها حاجه، الشعر كله مش شال، الظاهر ان فيها نوع جرب ولا حاجه ولا دي انا ما اعرفوش، ده مش جرب ولا حاجه. الام دي الامومه بتاعتها عاليه، والام ديتي عايزه تحافظ على عيالها قوي، عايزه تدفي عيالها قوي، فنتفت الشعر كله وحطته على عيالها، فديتي نضرب لها تعظيم سلام. طيب دي طريقه الام بتدفي بيها. طيب يا عم محمد، ده اجابتي على السؤال، ان الام ديتي ما عندهاش مرض ولا حاجه، الام دي الامومه بتاعتها عاليه، والام ديتي كويسه جدا، بس هي نتفت الشعر كله عشان تدفي عيالها. طيب انا اساعد الامهات ازاي بقى؟ انا عندي في مزرعتي اساعد الامهات ازاي وادفي العيال اللي في الولاده دي ازاي؟ انا هقول لك على طريقه سهله وبسيطه، ركز معايا كده، علشان الطريقه ديتي ناس كتير قالتها في الفيديوهات، بس انا بقولها لك بطريقه مختلفه، او مش يعني مش انا يعني اللي بقول بس بطريقه مختلفه، لا انا يعني كل واحد ليه اداره وله شغل وعنده فكره، ممكن تكون فكرتي احسن، ممكن تكون فكره غيري احسن، فانت بتتفرج على الفيديو بتاعي والفيديو بتاع غيري والفكره اللي بتعجبك بتعملها، المهم ان في الاخر بيبقى صالح عام وبتفيدك في مزرعتك. اولا احنا الايام ديتي في ايام البرد، في الايام اللي الجو اصبح فيها ساقعه والجو فيها طبعا برد، فاولا لازم تدفي مزرعتك، لازم تخش مزرعتك تلاقي نفسك واقف في قلب المزرعه دافي، تشتغل شويه مع الارانب، تكسر هنا وتجري ومش عارف ايه وتعمل شويه شغل في المزرعه، تلاقي نفسك بتعرق. انت لو عرقت في المزرعه وانت شغال في الوقت ده في الشتاء ده، تعرف ان مزرعتك هتبقى ناجحه نجاح جامد جدا، لان الارنب محتاج طاقه عشان تدفيه، وطبعا ده احنا عاملينه في العلف. بالنسبه لعلفنا بنرفع فيه الطاقه في الشتاء عشان يدفي الارانب، عشان تفضل بنفس الشغل وبنفس الكفاءه. ان الارنب لو بردان هتلاقيه واخد جنب ومنكمش ومش هيشتغل، مش هياكل، مش هيشرب، بردان، فانت لازم ترفع له برضو العلف، ترفع له فيه الطاقه علشان الطاقه دي تتقوي وتنشطه ويفضل بنفس النشاط والحيويه. تمام. مش ده مش موضوعنا يعني، عشان الناس برضو ما تقولكش بيتكلم على العلف ديتي، لازم انت تخلي بالك. طيب انا بجيب علف من السوق او ما بعملش علف لنفسي ومش عارف ارفع الطاقه بتاع المكان ازاي؟ ادفي المكان بتاعي كويس جدا، ادفي المكان يا جماعه، ايوه ادفي المكان. يعني ممكن اجيب شعله واولعها، ماشي، بس تخلي بالك، تجيب في مزارع كبيره بتجيب هيطر وبيشتغل بيدفي زي ما مزارع الفراخ بتدفي بالظبط. الارنب محتاج تدفئه زي الفراخ بالظبط في الشتاء علشان الارنب يفضل بطاقته ويفضل شغال معاك. طيب كده تمام يا عم محمد. طب انا ما فيش عندي، ركز معايا بقى في الفيديو عشان انا بقول الكلام ده للناس المبتدئه. طب راجل عنده مزرعه كبيره وعنده امكانيات وبيجيب هيطر، طيب انا راجل مربي في اوضه على السطح او اوضه 5 في 5 او ايا كان، وما عنديش الامكانيات ان انا اروح اشتري هيطر، وانا راجل بعمل حاجه تزود دخلي
والامور بتاعتي تمشي جنب شغلي، اهلا وسهلا برضو، ربنا يعينك. برضو تعمل ازاي تدفي مزرعتك، ازاي بتقفل مزرعتك كويس، بتظبط درجات الحراره على قد ما تقدر في مزرعتك. طيب احافظ يا عم محمد ازاي على الولده اللي عندي؟ انا اقول لك تحافظ ازاي على الولده اللي عندك في الولادات. اكتر حاجه معرضه ان هي لو بردت تموت العيال اللي في الولاده. يعني لو الولاده دي اصبحت ساقعه عليهم العيال دي هتموت متلجه. طيب هي الام كتر خيرها نتفت كل الشعر اللي على جسمها وحطته لي في الولاده ودفت. طبعا يوم واتنين كده بتلاقي الشعر ايه بيقل مع خروج الام ودخولها وبتاع، الشعر بيقل. طيب انا اعمل ايه بقى علشان الامور دي تبقى سالكه معايا كويس؟ انا باجي على الامهات اللي والده، انا عندي مثلا 10 امهات ولدهم، بشوف الام اللي والده فيهم ونتفه لي شعر كتير قوي، باخد منها شويه شعر. مره باخد شعر ابيض، مره باخد شعر اسود، الا حسب اللون الام. ما هي كل ام بتنتف لونها، يعني البيضه بتلاقي النتف بتاعها ابيض، السوداء بتلاقي النتف بتاعها اسود، الفلندر بتلاقي النتف بتاعها بنفس اللون النتايه ده. هي بتجيب الشعر من على جسمها، تمام. فانا باخد الشعر ده كله وبعينه في شكاره علف كده 25 من اللي هي 25 كيلو، وبلم الشعر الزياده ده دايما اعينه، وبالذات في الصيف لما لو انا يعني شغال برضو صيف وشتاء والمعلومه عندي كويسه قوي. برضو في الصيف الامهات بتنتف، اخد شويه شعر في الصيف، مش محتاج التدفئه، محتاجه ان هي تبقى الجو كويس، فممكن اخد منها الشعر واحطه في الشكاره اللي بقول لحضرتك على دي، وتفضل معايا يا عم محمد من الصيف للشتاء احافظ عليها. المشكله ما احنا شغالين، ما احنا عايزين نطلع لقدام، ما احنا عايزين نعرف احنا بنعمل ايه. اجيب الشعر ده واحطه في شكاره، وبعد كده اعمل ايه؟ الام نتفت وايه ويومين ثلاثه كده انا ازود انا بقى الشعر، يومين ثلاثه ازود الشعر اللي الام البيضه اجيب لها الشعر الابيض واحطه عليه. طيب ما هي انت هتحط شعر يا عم محمد بتاع ام تانية والريحه بتاعتها مختلفه، والام ممكن تهجر عيالها. اقول لك برافو عليك، ممكن ده يحصل فعلا، والام تهجر عيالها لو انا ما قلتلكش الحل في الفيديو. لو مركز معايا في الفيديو مش هيحصل لك كده. ازاي بقى؟ انا مثلا جبت شويه ام بيضه وجبت لها شويه شعر ابيض حطيت لهم عليه، بطلع الام من العين يا باشا وبقفل العين دي كأن برضع حبيس، سواء بترضع حبيس او ما بترضعش لازم تقفل العين دي. بقفل العين ديتي 4 ساعات، 4 ساعات اقفل العين ديتي، ما ادخلش الام دي على عيالها. يعني مثلا هي رضعت الصبح قوم قافل العين وقوم حاطط الشعر ومزود الدنيا وسايبها، ممكن ما ادخلهاش الا بالليل في ميعاد الرضعه الثانيه ادخلها بقى عادي. طيب اقل حاجه 4 ساعات لما يكون الشعر ده اتمزج بالشعر الثاني والريحه كلها بقت واحد، فالام اما تيجي تخش تاني يا باشا ما عادتش هتعرف الشعر من بعضه، ما عادتش هتشم ريحه غريبه، لان الارنب الصغير ده الخير اللي ربنا بعته لك ده بيتقلب في قلب الشعر، بيبدا ريحته تجيب في الشعر كله، بيبدا ريحته هو بتبقى نفاذه اصلا في الولاده. فالامور بتبقى افضل لما تقعد شويه 4 ساعات يكون ده اتمزج بده، يبقى الام مش هتعرفه، مش هتهجرهم ولا حاجه، والامور هتمشي معاك كويس قوي قوي قوي. يبقى انت كده ماشي سليم، امورك كويسه. يبقى اعيد لك تاني في الفيديو: رقم 1 الام اللي ناتفه نفسها كلها ما تخافش وتقول ده فيها نوع مرض ولا حاجه، لا الام اللي ناتفه نفسها كلها امومتها عاليه وعايزه تدفي عيالها، والكلام ده في الغالب بيحصل، في الغالب بيحصل في الشتاء بس، في الايام البرد بس. طيب تمام، يبقى اول حاجه الام سليمه مش فيها حاجه ما تخافش، ربنا يوسع عليك. طيب تاني حاجه انا اساعد الام ازاي؟ اجمع الشعر بتاع الارانب الزياده اللي عندي، سواء اخده في الصيف او اجمع برضه في الايام اللي انا فيها دي، اجمع الام اللي نتفلي كتير قوي اجمع واخد شويات برضه علشان ابقى بساعد الام. لو في ام مثلا ما نتفتش، لان في الغالب في امهات مثلا بتتاخر في الولاده، برضو معلومة تعرفها في الفيديو، بتتأخر في الولادة اليوم 33 بيحصل لها عسر ملادة. فالأمهات في الغالب اللي بيحصل لها عسر ملادة وما بتولدش بسهولة، بتولد في الطلق، في الغالب الأمهات دي ما بتنتفش بدري، بتتأخر بقى يومين 3، بتبقى تعبانة ومجهدة، بتتأخر يومين 3 عما تنتف. فانت يبقى عندك الشعر جاهز اهلا وسهلا، وتقوم تبدا تدفي انت الايه العيال علشان تبقى انت بتساعدها. ما هو لو انت ما ساعدتش الام دي وطلعت الانتاج كويس عندك وامورك مشت، ما انت هتخسر. فانت برضو لازم تبقى ذكي وعندك اداره. فام زي دي مثلا حصل لها مشكله وما نتفتش، انا برضو ايه احط شويه شعر، بس احط شويه شعر بالطريقه ايه برضه عشان تبقى مركز معايا وما تقولش يا عم محمد ما قاليش المعلومه كامله. اخد منها انا، اشد منها انا شويه شعر كده كويسين،
اشد منها شويه شعر انا انتفلاني بايدي، واقوم حاططهم على واقوم جايبهم شويه شعر اللي انا انتفتهم منها دول، اقوم واخدهم كده ايه في شويه شعر من قلب الشكاره والخبطهم على بعض عشان امزج الريحه ببعض، واقوم حاططهم في قلب الايه على الارانب الصغيره الخير اللي ربنا بعته لي ده، اقوم مدفيه علشان يطلع معايا، عشان المزرعه يبقى فيها خير، عشان الامور تمشي كويس. لو انت مش فاهم حاجه في الفيديو مستني تعليق حضرتك، لو انت عجبك الفيديو مستني اللايك بتاع حضرتك. دايما مشرفيني ومنوريني على قناه اخوكم محمد حسان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.